فيديو النهاردة هنعرف ازاي نعمل الحمام ونعرف ايه التركات اللي تخليه معانا بالشكل ده ويطلع منك مظبوط جدا. يلا بينا. وقع على نار عالية معلقة كبيرة من السمنة، بصلتين مفرومين ناعم، شوحتهم كويس جدا لغاية ما اخدوا معايا اللون الذهبي، ونزلت عليهم بالكبد والقوانص تقليب تقليب لغاية ما اللون وصل للون ده. بعدين عندي هنا 3 كوبايات من الرز، نزلت عليهم بكوبايتين ونص من المية المغلية، والبهارات دي هسيبها لكم تحت الفيديو. هبتدي بقى اقلب كويس جدا الرز مع البهارات لغايه ما تتشوح كويس جدا، وبعد كده هعلي النار وبعد كده غلوه واوطي واسيبها بقى تستوي، الرز ياخد ويدي كده مع بعضه. هنجيب الحمام ويبقى نضيف جدا من جوه بالشكل ده فله، ونبتدي نفتحه من جوه كده من عند البطن زي ما انتوا شايفين كده، صبعي رايح جاي كده. هنبتدي نحشي بقى الحته اللي تحت البطن الرز العادي جدا بعد ما استوى، بس مش هنخلي فيه اللي هو الكبد والقوانص، والرقبه برضو ما فيهاش كبد والقوانص، لكن الحشوه من جوه عادي كبد وقوانص ورز وكل حاجه، عشان بس لو كبد وقوانص هيفرقع معاكي. هنا جبت حله بقى وحطيت فيها، خلصت كل الكميه اللي عندي ما شاء الله تبارك الله. هنجيب حله بقى ونحط فيها جزر، بصل، ورق لورا، حبهان، وملح وفلفل، ونسيب الميه تغلي. هنسلق الحمام بالظبط 45 دقيقه. بعد ما اتسلق 45 دقيقة، طاسة على نار عالية وطبعا زيت غزير، وننزله كده ياخد لون ذهبي. دهنته الأول بسمنة بلدي ولبن. هو السر هنا بقى السمنة البلدي واللبن قبل ما بنزله في الطاسة واحمره، يديك اللون ده ويبقى خطير ومش مفرقع ولا أي شيء. جربيه وبالهنا.